بسم الله الرحمن الرحيم. كم موضوع حابب اتكلم عليهم بعد السوبر، بعد قرصة الودن اللي كلنا اتقرصناها. اتمنى الاداره تكون اتعلمت حاجه، اتمنى الجهاز الفني واللعيبه يكونوا اتعلموا حاجه. وسريعا كده اول نقطه حابب اتكلم عليها، الجيل ده عمره ما هيكون جيل اسطوري. جيل النادي الاهلي الحالي عمره ما هيكون ولا هيعرف يكون جيل اسطوري. الجيل الاسطوري هو جيل الرجاله اللي عدى ده، هو الجيل اللي فات، عشان ما اطولش بس واهري في الموضوع ده كتير. ده مش هيبقى جيل اسطوري. مفيش جيل اسطوري هيمشي على سطر ويسيب سطر. مفيش جيل اسطوري هيخسر لك بطوله الدوري مرتين ورا بعض. مفيش جيل اسطوري يخسر لك 2 سوبر افريقيا ورا بعض. ما تقوليش جاب افريقيا وجاب، كنا قبلها خسرانين 2 افريقيا وكنا شايلين 5 من كان حالتنا كرب يعني. فالجيل ده جيل مميز في تاريخ النادي الاهلي، جيل مميز، انما مش جيل اسطوري. دي نقطه كنت حابب ارد عليها، عشان في ناس بدات تطلع تطبل وتطلع تتكلم في النقطه دي كتير. تاني نقطه هي رساله للجمهور الابيض في المخ الابيض. بطوله دوري ابطال افريقيا عمرها ما هتتقارن بالسوبر الافريقي.